السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه أفضل الصلاة والسلام. لو أول مرة تشوفيني، معاك أختكم مكرمة. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. قناتنا حلوة وخفيفة وسريعة. خشي خدي لفة فيها، تعجبك أوي أوي أوي. فيها روتينات، فيها فلوجات، فيها فيديو وصفات، فيها حاجات حلوة. خشي بس خدي لفة فيها. طبعا زي ما انتم شايفين، ده دولاب أستاذ كريم، وانا بس اتعمدت اصور لكم دولاب كريم والمفارش عشان خاطر ايه؟ يعني هو دولاب ولد، فاهميني؟ اكيد فاهميني يعني. والمفارش طلعت بقى زي ما كل هدومه كده. هو طبعا اي ام عندها شاب، يعني هو كريم خلاص بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه ويبارك فيه يا رب. دلوقتي بقى شاب في يعني تانية اعدادي، فيخش يجيب حاجة، يسحب حاجة ويسيب لي الباقي كله، زي ما انتوا شفتوا المنظر البشع ده. وكده ولا كده هو صيف، فانا قلت بقى هنضف له ضرفته كده واشيل منها الشتوي واخلي له الصيفي بس. فرصيت كده زي ما انتوا شايفين التيشيرتات بتاعته كلها فوق بعضها، والبناطيل اللي هي الترنج لوحدها، والبناطيل الجينز لوحدها. تمام تمام اهو. واحط له البرمودات في جنبه وكده، يعني عشان خاطر لما يخش يجيب حاجة يحاول ما يبهدليش الدنيا. حبيت بس انا مش هشارك معاكم ان هو احنا بنشجع بعض. لو انت دولابك مكركب زي المنظر البشع اللي كان موجود عندي دوت، يلا تشجعي كده وقومي بقى ظبطيه ورتبيه، وهديكي كده ايه زي باور يعني. ولو وصلتي لحد هنا من الفيديو، اشتركي من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، سيبي لي لايك، سيبي لي كومنت حلو عشان يوصل لك كل جديد. استنوا بس، هو انتم مفكرين ان الفيديو ترتيب دولاب بس؟ لا، ده الفيديو فيه وصفة تحفة تحفة تحفة. انا قلت بما اني مش هعمل يعني اكل كتير، اكل تقيل وهبهدل مواعين وكده، اعمل الدولاب. انا قلت هختصر لهم الوصفة يعني، بسيطة كده، اكلة في صينية كلها واحدة، بحيث ان انا ما بهدلش الدنيا، وفي نفس الوقت انا تعبت في تطبيق الدولاب وكده وترتيبه، ما تعبش نفسي اكتر في المطبخ. فاهمني؟ مش هنعمل كل حاجة في يوم واحد. انا خلاص بدل احنا عملنا الترتيبات بتاعة الدولاب النهارده، وقفنا على رجلينا كتير عبال ما رتبناه وظبطناه ورصيناه وكده، نعمل بقى ايه؟ اكل خفيف. فبرضه عامله معاكم اكل خفيف في الفيديو، بحيث ان انت لما تقومي برضه تطلعي الصيفي كده من الشتوي، تبقى معاكي وصفه خفيفه ان انت تعمليها. تمام، هسيبكم شويه بقى مع الدولاب وارجع لكم تاني. كده كمان سويت ضرفة الملايات والفوط معايا بالمرة، وقلت بقى ضرفتي انا وكارما هعملهم في يوم تاني يعني، عشان مش هقدر ان انا اعمل كله دلوقتي. بعت بقى جبت كده شوية طلبات من بره عشان نعمل بقى الصينية اللي قلت لكم عليها. وهي الصينية دي بتتعمل بأي حاجة، بس انا يعني ايه، قلت لا انا هعملها لهم بكده عشان يحبوا. جبت بقى العيش البلدي العادي بتاعنا اللي بنجيبه من الفرن، سواء بقى بايت طازة اي حاجة، مش شرط. وهتحطيه كده بقى في الصينية وبس، هتعملي له حروف زي ما انتوا شايفين. لازم يكون العيش ليه حروف، والحروف متنية كده، فاهميني؟ مغلفة الصينية بمعنى أصح. وهتعملي كده العيش زي ما انت شايفة. وجبت معايا بقى حوالي 6 بيضات كده. تمام. وهكسرهم، وجبت برضو لانشون اللي هو بسطرمة دوت، هما بيحبوه قوي عندي. هنا بقى ميكس الصينية، انا الحاجة اللي هما بيحبوها عندي، انت برضو حطي اي حاجة بيحبوها، فاهمين؟ بسطرمة مع البيض، آم، لحمة مفرومة متعصجة مع البيض هتبقى حلوة قوي برضو. الحاجة اللي هما بيحبوها عندك اعمليها، في نفس الوقت اعمل لهم أكلة خفيفة وسريعة. واحنا كنا دلوقتي يعني الوقت كان متأخر، احنا كنا حوالي الساعة 10 11، فاهميني؟ فانا كنت عايزة اعمل لهم برضو حاجة ان هم ياكلوها ويناموا وما تبقاش تقيلة عليهم. فانا كنت ممكن مثلا اقلي بيض بالبيفي واعمل
العيش فاهماني، بس لأ فكرة الصينية إن أنتِ كمان مش هتوسّخي مواعين ياما، كل حاجة كده في صينية واحدة، وأنا فاشلة يا جماعة في تكسير البيض باكسّره بقشره أهو شايفين، و وهنحط على الوش كده جبنة موتزاريلا وهندخّلها الفرن لمدة 10 دقايق ونطلّعها، ومخلل وطماطم وكده، حتى ما عملناش مواعين إن إحنا يعني لسه بقى هنعمل مواعين وتخوفي تغسلي مواعين عشان تبيتي مطبخِك نضيف، لأ، هي ما فيش حاجة اتوسخت غير الصينية دي، بس حتى أنا لمّا قدّمت بالصينية، ما غرفتش في أطباق بصراحة لإني كنت اتهلكت من ترويق المطبخ. وبعد كده بقى بعد ما عملت العشا الحلو الخفيف دوّة جرّبيه بس مش هتندمي، سهل وبسيط كده وسريع. تمام، لو عايزة مثلًا تحطّي معلقتين دقيق على البيض برضه هيضبطوا معاكِ الدنيا، بس أنا ما حطيتش بصراحة، أنا حبيت كده الصينية زي ما هي، وطبعًا غلّفنا الجوانب بتاعة الصينية بالعيش عشان خاطر لمّا تحطّي البيض وهو سايل كده ما يلزقش في الصينية، فاهمينّي؟ أهو، هادخّلها بقى الفرن لمدة 5 دقايق على الرف اللي في النُص، وبعد كده هاطلّعها هارُش على الوش جبنة موتزاريلا، هيكون البيض لسه طري شوية، هارُش على الوش جبنة موتزاريلا وقطّعت طماطم وادي المخلل وخلاص على كده. شُفتوا بقى أسهل من كده؟ أكلة سهلة وزي ما قُلت لكم رتّبنا الدولاب وضبّطناه عشان خاطر ننجز نفسنا بقى ونطلّع الصيفي من الشتوي، فاهمينّي؟ مع إن يعني أنا عندي كريم صيف بس والله الجو بيسقّع تاني، بافكّر أسيب له جاكيتين برّه كده، بحيث إن هو لو صيّف يعني لو حَب يشتي تاني أو يلبس جاكيت لو سقعان يلبسه. هنا بقى كمان طلّعت صينية الجبنة البيض من الفرن، أنا بس يا دوبك سيّحت الجبنة حتى ما اديتهاش وِش، تمام، وهاحط لهم بقى ياكلوا. وده كان يومي النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب أكون خفيفة على قلبكم. وبعد كده بقى عملت شاي وطلّعت لهم ترمس وكحك وحطيته لهم كده عشان لو حبّوا يعني ينقنقوا، إنما لو كده هم اتعشوا الحمد لله، وكانت عشوة مشبعة جدًا، والعيش اللي تحت ده كان اتحمّص وكان طعمه جميل. كنت قاعدة بقى باتابع فيلم كده حوالي الساعة 23:30 حتى دوّة قُلت أصوّره لكم، قعدة رايقة كده وحلوة والفيلم اللي كان شغّال كمان أهوّة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب أكون خفيفة على قلبكم. وما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، تخشوا خدوا لفة في القناة تعجبكم أوي، 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 أوي. وأنا من محبين الفيلم اللي شغال دوّة، وهاستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.